أمضي إلى نجل الأمين، وطني هنا وطني هنا. أنا يبت يكن اليقين، نزلي هناك نزلي هنا. أضحى طه المصطفى في مشهد فوق السمك، يا صيد اللطف الرضا فردوس قلبي أن أرى. الليل باك في سكون، والعين تسأل عن حبيب فيجيبها الدمع الحزين، وذاك في طوس غريب قد حرت في سحر الدجى. ما سره هذا السقى؟ فسمعت قلبي شاديا نشوان أدنفه الهيا. خذني بفلكك سيدي، فالموج من حولي لطيف. أنت المفازة والنجاة، أنت الصراط المستقيم. ماذا فعلت لتستبى؟ ما كان ذنب المسجد أقوت بنفيك طيبة يا ابن النبي محمد، يا ابن النبي محمد. إن أنت إلا يقظة شماء من سر القنود، دم في علانا صرخة، فالظلم يحيا بالسكوت، فالظلم يحيا بالسكوت. الفجر محجوب إذا ما ظل يخشى من ردى، فالحق يبقى إنما بالتضحيات وبالفداء. لقد كنتما سخيين جدا معنا وأشركتمانا في طعامكما. هنيئا لكم. ومقابل حسن الضيافة التي قدمتماها لنا، أود أن أنصحكما لما فيه خيركما وسعادتكما. أي نصيحة؟ هي ألا تطأ أقدامكما مروا أبدا. أنا لا أفهمك، ماذا تقصد بحديثك هذا؟ أنتما مستعدان لقبول نصيحتي؟ عمرو، ماذا تقول؟ لا تتدخل يا ابن عقيل. والآن ما هو جوابكما؟ أنت لا تتكلم بجدية. إن الجواب على سؤالي كلمة واحدة فقط، نعم أم لا. سوف نتوجه إلى حيث نشاء، ولسنا بحاجة إلى نصائحك أبدا. ماذا تفعل يا عمرو؟ جلناز، ماذا يجري؟ لا أدري، اسأل يا عمرو. لقد أوكل لهذين الرجلين مهمة قتل أبيك الفضل بن سهل. كيف عرفت بالأمر؟ المهم أني عرفت. ألست محقا؟ كما تشاءان. طالما أنكما مصممان على الذهاب إلى مرو، فليس أمامكما من سبيل سوى مرافقتنا. عمرو، كف عن هذا في الحال. لقد نصحتهما يا ابن عقيل، إلا أنهما رفضا. ولكننا ندين لهما، فنحن أكلنا من أكلهما. لست ساذجا أو أحمقا لأبيع روح ولي نعمتي بلقمة من الخبز قدماها لنا. انهضا. علينا الذهاب الآن. ماذا ستفعلان؟ سنفترق يا عمرو. مولاي، زوجي عاد من السفر وهو يريد أن يقابلك. عاد زوجك؟
السلام عليك أيها الوزير المعظم. أهلا بك. هل جئت إليه بجواب؟ أجل. هل رآك أحد ما تدخل إلى القصر؟ كلا. اذهب وأوصله. مهلا. هل لديك أخبار عن ابنتي وزوجها؟ كلا يا مولاي. حسنا، اذهب. جاءك بخبر عن جلناز وعمر؟ كلا. هذا ليس مهما، فهما يستطيعان تدبر أمرهما. أعلم ذلك. إذن بماذا تفكر؟ ابن ربيع بعث برسالة إلى الحمقى الثلاثة عيسى الجلودي وأبي يونس وابن أبي عمران، يذكرهم فيها بوعده أن صفح الأمين عنهم منوط بشفاعة وكفالة عيسى بن مهان لهم. أتفهمين معنى ذلك؟ لا. طلب منهم بشكل مبطن أن يقيموا علاقة مع عيسى ويطلعوه على ما يلزم من أخبار مهمة، ولا نريد أن أوصل عن طريقهم خبرا إلى عيسى بن مهان تكون نتيجته في صالحنا. ولكن أي خبر؟ حسنا يا فاضل، ما الذي استجد لتدعونا بهذه العجالة إلى هنا؟ مولاي المعظم، لدي أخبار تبعث على الفرح والسرور. لقد وصل للتو رسل من جانب رجال الحدود يحملون أخبارا يستحسن برأي إبلاغك إياها على مسمع الجميع ليسروا بهذه الأخبار يا ابن الأمير. والخبر مفاده أن حاكم أرمينيا وملك كابول وحكام اليمن والكوفة والموصل والحجاز وواسط وكذلك أذربيجان يعربون عن قلقهم إزاء نكث الأمين للعهد، وجميعهم يعلنون عزله وإزالة اسمه عن الدراهم والدنانير. وكل منهم جهز جيشا جرارا بهدف إرساله لمقاتلة جيش عيسى بن مهان. هذا هو الخبر. هل أنت واثق من صدق الخبر؟ أجل يا مولاي المعظم، فجيش كابول وأرمينيا قد اجتاز الحدود وها هو يتقدم، وجيوش الكوفة والموصل والحجاز انطلقت منذ فترة طويلة، وربما تكون قد بلغت ساحة الحرب وكمنت لجيش عيسى بن مهان. أما فيما يتعلق بباقي الولايات، يقول الرسل إنهم قد شاهدوا طلائع جيوشها ولكنهم لم يروا الجيوش بالكامل. انظروا كيف يتلقى ناكثو العهود جزاء أعمالهم الخاطئة. لعن الله ناكثي العهود. فليحيى أميرنا المعظم. إلهي آمين. أيها الأمير، إن الذين هبوا لدعمك ونصرتك هم من ممالك مختلفة، ولكل منهم أساليبه الخاصة في الحرب. اسمح لي أن ألتحق بهم وألم شملهم تحت لواء واحد، لتكون لنا خطة محددة موحدة وقيادة واحدة قبل النزول إلى ساحة الوغى. لا يا هرثمة، لقد انطلقوا من دون أمر أو قيادة، ومن دون أن يطلب مولانا المعظم منهم أن يقوموا بذلك الأمر.
إذا اسمح لهم أن يدخلوا ساحة الحرب كما يحلو لهم وبالحماس نفسه الذي دب في نفوسهم، ويعملوا بواجبهم لما يرونه مناسبا لهم. ناهيك عن ذلك نحن بحاجة أشد إلى وجودك، ومن البديهي جدا أن مسؤوليات كبيرة ستكون في انتظارك بعد النصر. مولاي المعظم، إنني أتصور أنه... لا أدري يا هرثمة، تكلم إلى فضل. وافعل كل ما يراه مناسبا. يا فاضل، ترى ما الذي حصل؟ لا أصدق ذلك. ما سمعته يتناقض عادات تلك الشعوب المرفهة. لما يحشرون أنفسهم في هذا المأزق لتنفيذ وصية هارون؟ مأزق لن تعود نهايته بأي نفع عليهم. كل ما قلته هنا كان كذبا. لم يهب أحد لنصرتنا يا مولاي. كان كذبا؟ ولماذا لجأت إلى الكذب؟ لأنه يوجد بيننا جواسيس كثر، وسيقومون حالا بنقل هذه الأخبار إلى عيسى بن مهان يا مولاي، وهذا ما سيجعله في ضياع من أمره، وردود أفعاله المتسرعة وحيرته وارتباكه سيعطيان طاهر بن الحسين فرصة مناسبة له. ومن هم الذين يتجسسون علينا؟ وما هي أسماؤهم؟ سأطلعك عليها يا مولاي، سأطلعك عليها. في حينه سأعرفك عليهم فردا فردا بكل تأكيد، لكن وجودهم بيننا الآن هو في صالحنا، ولا أريد أن يشملهم غضب الأمير. عن إذنك الآن يا مولاي. أصغوا إلي، اسمعوا ماذا كتب. يقول فضل: ما إن تقرأ هذا الكتاب اقرأ ناقوس الحرب وجهز نفسك للقتال حالا، وذلك لأن عيسى بن ماهان على وشك أن يباغتك. أمر غريب حقا، لا أصدق. هذا غير معقول. إنني أتساءل كيف عرف فضل أن عيسى بن ماهان ينوي مهاجمتنا. قل لي، هل رصد رجالنا تحركا مشبوها في صفوف جيش عيسى؟ لا أيها القائد. لكثرة ما يجلس فضل بن سهل ويرمق السماء ويحدق ويرقب الكواكب والنجوم الكثيرة، راح يغرق تدريجيا في الأوهام ويتصور أنه يعلم الغيب وأنه يستفيد من الوحي والإلهام. يجب أن نقول له: لو كان عيسى ينوي مهاجمتنا لعرفنا الأمر قبلك أنت. يبعد عنا عدة ساعات، وبالمقابل تبعد عنه عدة أيام. يجب أن نكتب إليه ردا يليق به. خذه ليرتاح الليلة ويعود إلى مرو غدا حاملا كتابي.
ماذا هناك؟ قبضنا على هؤلاء الأربعة في الأطراف لأننا شككنا في أمرهم يا سيدي. ومن أنت؟ نحن من خدام مولاي الأمير محمد الأمين. وهذان الاثنان هما من أقرباء المأمون، أسرانا وكانا يقتاداننا إلى مرو. إنهما يكذبان. ألا لعنة الله عليك. يبدو لي أنني أعرفك. أنا؟ لا أظن أيها القائد. أنا وزوجتي كنا في سفر عندما هاجمنا هذان اللصان. السلام عليكم. وعليكم السلام. أحمل كتابا خاصا إلى القائد الكبير عيسى بن ماهان. من قبل من الرسالة؟ من قبل كبار رجال المأمون. تعال معي. قيدوهم جميعهم. سأتخذ قرارا بشأنهم لاحقا. هيا قيدوهم. أعرف ذاك الرسول جيدا. أجل. وأنا أيضا أعرف ذلك القائد. إنه هو الشخص الذي قتل أخي رشيد. ماذا تفهم من هذه الرسالة؟ اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. من عيسى الجلودي وأبي يونس وابن أبي عمران إلى قائد الأمير الكبير المفدى علي بن عيسى بن ماهان. تحية وبعد. يا عيسى، نعلمك بصفتنا رجال الأمير أن هناك جيشا عظيما قادما من كابول وأيضا من أرمينيا والكوفة والبصرة وواسط والموصل ثم من أذربيجان. هذا الجيش يزحف الآن في طريقه إليك. حاول أن تنقذ نفسك وجيشك من هذه المهلكة بالطريقة التي تراها مناسبة. والسلام. ما معنى هذه الترهات؟ هل بلغكم أي شيء من هذا القبيل من جانب رجال رصدنا؟ لا. كيف يمكن أن يحصل ذلك؟ قل لي متى انطلقت من مرو؟ قبل 3 أيام فقط. انتبه جيدا لما سأقوله. إن جاوبت جيدا سوف تحصل على مكافأة. ألم تسمع في مرو في الأيام الأخيرة خبرا مهما؟ بلى يا سيدي. الخبر المهم هو أن عيسى بن ماهان يتجه صوب مرو على رأس 70,000 مقاتل. ألم تسمع خبرا غير هذا؟ في يوم انطلاقي من المدينة سارت شائعة تقول إن جيشا جرارا تشكل بفضل ابن الأمير عبد الله المأمون وسيستعرض قوته عاجلا في مواجهتك. إن مكافأتك محفوظة. اذهب. إنه ينظر إلينا. ربما هناك حيلة ما في الأمر. هذا ممكن، ولكن إن كانت هذه حقيقة ماذا سنفعل؟
يجب أن لا نغفل لحظة واحدة، فربما قمنا بفتح أعيننا فجأة ورأينا أننا محاصرون، ونكون قد سلبنا أي قدرة على التحرك. يوجد سبيل واحد، ألا وهو شن هجومنا في أسرع وقت ممكن. فلو كان الخبر الذي سمعناه صحيحا، فإن خطوتنا التي سنقدم عليها من شأنها أن تقضي على طاهر نهائيا قبل وصول الإمدادات. بعد ذلك نجهز أنفسنا كي نقاتل. أما إن كان الأمر على خلاف ذلك لن نخسر شيئا. صحيح أيها القائد، إن هذه أفضل خطة. إن ما تفضلت به هو عين العقل. إذن فلتقرع طبول الحرب، واطلبوا من الجيش التحرك، وما إن تصلوا إلى معسكر طاهر تباغتونه وتنهون هذا الأمر. حصاني مربوط هناك، يمكنك موافاتي. هاي أيها الحراس، إنه يهرب، اعترضوا سبيلهما، إنهما يهربان. أيها الحراس، أيها الحراس، اقبضوا عليهما. أيها القائد، جاءنا رجالنا بنبأ عن تجميع جيش عيسى بن مهان لخيامهم ورفعهم الرايات وزحفهم باتجاهنا. استجرت بالله، فضل بن سهل هذا أعجوبة زمانه، لكن كيف استطاع معرفة ذلك يا ترى؟ أراك تجهل قدرات الشيطان يا طاهر. جعفر بن إسحاق. من؟ إنه جعفر بن إسحاق. أتقصد الذي كان في المدينة؟ أجل. ماذا يفعل هنا؟ إنني أعرفك، اسمك ابن عقيل. ماذا تفعل هنا؟ قل ماذا يفعل جعفر بن إسحاق هنا؟ ظننت أنك من المخلصين لعلي الرضا. أنت محق، ولكنها حرب بين ظالمين. أعلم هذا. تعال كي نتحدث. لا، ما لم أعلم ما هو دورك في هذه اللعبة لن أخطو خطوة واحدة. لا تعاند أيها الشاب، تعال لكي أخبرك. أحمل رسالة من طاهر. قلها. يريد أن تجهز نفسك للمعركة. هل أكل؟ كلا.
ألا تذهب لزيارة المأمون؟ كلا، فأنا لا أستطيع مواجهته إطلاقا، لأنه ما إن يراني حتى ينهال علي بالأسئلة، يسأل عن مصير الحرب الدائرة. يتراءى له أنني أعرف كل شيء. ولأنني مجبر أن أكون أمامه هادئا مبتسما واثقا كل الثقة بنفسي، أشعر بالتعب، وأنا مرتعب أكثر منه. أنا خائف وجسدي كله يرتعش. هذه الحرب تحدد مصيري. كيف ستحدد هذه الحرب مصير جهود عمر كامل ورغبات وأمنيات وأحلام كثيرة؟ المأمون سيخسر الملك فقط، أما أنا فكل شيء، حتى روحي رهن بتلك الحرب. إن هزمنا في هذه الحرب فلن يجرؤ عيسى بن مهان على قتل المأمون، لأنه ابن هارون وأخو الخليفة. لكن ماذا عني؟ حتما سيحملونني كامل المسؤولية. حتى المأمون سيحاول أن يظهرني مذنبا. في الواقع الخاسر الأول في هذه الحرب الطاحنة أنا ولا أحد غيري. إن جاء الرسول اليوم بخبر هزيمتنا وانكسارنا، فسأكون غدا وسط ساحة هذه المدينة التي هي اليوم في قبضة الحديدية، والكل ينحني أمامي تعظيما وتقديرا. سأكون وحيدا فريدا، ورأسي مفصول عن جسدي. إنني خائف يا آذردخت، خائف. ابكي إذن، ابكي، فلا أحد غيرنا هنا الآن، وتستطيع أن ترتعش وتبكي تماما كالأطفال، ولكن فقط هنا. وبمجرد أن تخرج من الدار لأي سبب من الأسباب، عليك أن تعود لفضل ذاك الذي يتحدث الناس عن هدوئه وشجاعته وذكائه وقوته وصلابته وحزمه. لا يحق لك نسف ذلك، ولا يحق أن تظهر أدنى تزلزل في شخصيتك، حتى وإن كنت ماثلا أمام جلاد. يجب عليك أن تبقى طوال حياتك أمام جميع الناس في نفس القالب الذي صنعته لنفسك. الذي يبكي هو فضلي أنا، أما ذاك الذي يصرخ ويأمر ويغامر بحياته بكل شجاعة وحزم فهو فضل ابن سهل الذي يعرفه الآخرون. كفى يا فضل. فقد اشتقت إلى فضل المقدام الذي تهتز الأرض تحت قدميه.
إياك أن تقربي ساحة المعركة، فهمتي؟ اهجموا! اهجموا عليهم! قاتلوا! هيا!
لم يسمح لي بمرافقته. وماذا كان يمكنك أن تفعلي؟ كنت حتما أستطيع المساعدة بتأمين الحماية له. هل تذكرني؟ أنا عمرو بن رجاء. أيها القاتل، أنت قتلت أخي. علينا أن نساعده.
لا، تمهل، فذاك قتل أخيه.